السلام عليكم خاوتي، تحية للجميع وأمسية سعيدة للجميع إن شاء الله. فقط بقيت نوريكم واحد الكلب، واحد خبيث يا أخي، كان في اليوتيوب، ومن بعد اليوتيوب الآن جا التيك توك وينفث السموم ديالو ضد الجزائر ويكره الجزائر في الدم يا ربك، وكان يصيب يشعل فيها النار. هذا الإنسان الخبيث هذا باش تشوفوها، واسمه نبيل. نبيلة هذه مش نبيل. شوف اجي نقريك شويه داكشي اللي حيت انا كندور هاد الصباح ولقيت اعلام جزائري بزاف كيخربق عليك وكيكذب عليك، وعارف من طبيعه الحال انت فقط. هذا ملي ينوض هو يبحث في الصحف الجزائرية، يبحث على واش قال تبون، واش قال فلان، ومرض باش تعرفوا باللي مرضى هذو الناس، اقسم لك بالله. ويتكلم هو على المدرب اللي كان في افريقيا، ما عرفش اي دولة كان يدرب فيها، وصرح تصريح ضد الاقجاع واتهمهم بانهم يتحكموا في القضيه وغيرها وغيرها من الاشكال. ما كذبش، لانه حتى اليوم المقابله اللي لعبوها راكم شفتوا واحد لاعب افريقي قال لهم للمدرب المملكه المخزنيه، قال لهم بلي انتم ماكم تحكموا في الفار. وصحيح هذا حقيقه، فاهم؟ لا مفر منها، العالم كله عارف بالخبث ديالكم والرشاوي والمخدرات وغيرها وغيرها. اذا لا داعي انكم تبرئوا. المشكل انه مش هنا المشكل، المشكل يتهمنا باننا مكروهين واننا مش متربيين وانتم متربيين بكل صراحه، انتم متربيين بالله عليكم، انتم متربيين. فاهم؟ هذا الكلب هذا اللي راكم تشوفوا نعرف دين امه من 2015. فاهم؟ وقلنا له مرارا قبل ما تتحدث عن الجزائر، روح امسح المني السعودي من ترميك قبل ما تتكلم عن الجزائر. ومع ذلك ما زالوا مستمر، ما حاش ما والو. ما اظن اغلب الناس ما عارفين شنو الكلمه هذه. فاهم؟ ما يعرفها، يعرفها هو مليح. فاهم؟ ولا بغى نجيبوا له حتى السعودي هذاك ايضا الخبيث هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا عايش في المانيا ويدعي انه مختص في القانون. شكون اعطاك الشهاده؟ دين امك هذا منين جبت الشهاده انت؟ والله ما يعرف حتى تعطيه معنى القانون او تعريف القانون، ما عارفه الحيوان هذا. يقول لك مختص في القانون. اللي شفنا حواراتك وشفنا اللايفات ديالك وشفناك، شفنا المستوى ديالك، فاهم؟ حقد وغل، فاهم؟ على الجزائر. وبدل من اللي تتحدث على خاوتك يا كلب، تدافع على العياشة هذا وتدافع على رؤوس المجرمين، من بينهم هذا الأقجاع وغيره وغيره من كبار المتاجرين بالمخدرات. ومع ذلك يدافع عليه باش تشوفوا الخبث، النفاق، هذو القوادين، هذو العياشة قوادين اللي خرجوا على العياشة الآخرين وخرجوا على الشعب كله. الناس هذو الكلاب هذو. فاهم؟ خليكم شويه تزيدوا تستمعوا له. دابه تمشي للارض وتقتات من حاجه في الارض، ولكن انا غادي نقررك القضيه ديال المدرب الجزائري حمروش ولا عمروش، وانا كنسميه حمروش لانه فعلا يجب بانه ينهار بكذا. عرفت هذا غياب في اتخاذ الاجراء وفي انزال العقوبات. المهم ماكم ماشي عرفتوه، كما هذا الاعلام نبيله، من اليوم نسموه نبيله. هذا نبيله هرماس. فاهم؟ بدل من اللي يتكلم، وكان جا راجل يتكلم على الاوضاع الشعب ديالو اللي راهو يعيش في الخرا. يا عباد ربي، يا دين امك، يا اللي ما عندكش وجه وما عندك لا شرف ولا قيمه، يا كلب قاعد لحاس للعلويين ولحاس لكبار المسؤولين هذه الدوله المجرمه هذه. بدل من اللي تتكلم على الناس خاوتك. كتنوض في الليل كتخوي الطواليطات في الليل، ومني جا الكاميو ديال البلديه قال لنا سير الكاميو ديال لاراديس باش سوينا على حساب لاراديس. مني مشينا 15 يوم حنا كنمشيو على حساب لاراديس مدخلين الموظف وكنعانوا. ومني جا الكاميو ديال البلديه قال لك انا ما خصنيش نخوي لكم انتم غتمشيو لاراديس، وهو خوات ثلاثه الطواليطات هنا وكيعطيو الفلوس، وكاين الدليل باننا شاد فلوس، وانا ما في حاليش بانني باش نخلص باش نعطي مول الكاميو 1000 ريال، كيعطيهم 1000 ريال وانا ما استطعتش باش نعطيهم. كيفاش كيعطوا 1000 ريال؟ كيعطوا 1000 ريال باش كيخووا ثلاثه الطواليطات اللي كاميو، وكاين الدليل اننا خوا ثلاثه الطواليطات اللي مخويين دابا حاليا
يجينا الناس مسؤولين تيشوفوهم. علاش اللي باننا مني بدا ما يكملش السيكتور تيكمل الطواليطات كاملين. اخوي ثلاثه مني هو تعدوا قال لي سير الخميس الجاي مخير 15 يوم كنعمر الطواليط كتولي فايده، والناس تصورين دايرين السطوله بالليل كيعمر في السطوله وكيزيد الخلق، وبالليل ما كتجيش من الريحه كيعمر بالليل هو وليداتو كيعمر في السطوله وكيديك يا خويا. سمعت وش معناتها هذه؟ انا عمري ما سمعت قوم عايشين كيما هكا بكل صراحه. عندهم تواليطات هذوك ودايرين خزان تما معناتها يوسخوا تم يبقى تم ويفرغوا كل مره يفرغوه. دين امهم هذو الناس اللي يقول لك طابورات وما طابورات. روح دير طابور باش تخوي المراحيض. هي دين امك يا ولاد القحال. هذو ما هذو ما شفتوهمش. هذو عميتوا على دين امكم. ما تشوفوش هذو. ما تشوفوش هذا الخراب وهذا الوسخ وهذا الانحطاط وهذا كذا في دولتكم يا ولاد القحاب. تشوفوا لي الطابور وما الطابور. طابور اختك وطابور امك. فاهم؟ تشوفوا لي في الطابور. هاو الطابور. روح دير الطابور باش تفرغ الخرا اللي قاعد تلم فيه تحت رجليك يا واحد الحيوان. فاهم؟ وهذا الخبي هذا نبيل هذا على ما يتحدثش على هذا الناس هذا ويدافع عليهم يديروا لهم قنوات صرف الصحي. فاهم؟ هو عايش في المانيا ما على بالوش. فاهم؟ ما على بالوش بدين امكم يجي فقط يدير لكم اللايفات باش يكسب فلوس على ظهوركم ايضا. فاهم؟ بهايم لانه علقاكم بهايم بكل صراحه. فاهم؟ كل لقاكم رجال اللي يطلع يبهدلوا. فاهم؟ ويقول له تحدث على الاوضاع ديالنا، تحدث على المشاكل ديالنا، تحدث على النقائص اللي عندنا. كان احلى احسن. فاهم؟ ما كانش تمادى في نشر السموم بين الشعوب. فاهم؟ للاسف لانه لقاكم قلت لكم شعب غبي انتم. فاهم؟ ثم سنتحدث. لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيد آخر فضيحة آخر فضيحة. وكان جا راجل وفحل يتكلم عليها من المفروض. فاهم؟ الغباء هذا. فاهم؟ راكم عرفتوها اللي يمارسوا الجنس مع الحيوانات مع الكلاب. كان قبل مع القردة وضك مع مع الكلاب. وين رايحين انتم؟ هيا نبيل دين امك تكلم على القضيه هذه. تكلم على السلطات ديالك ما دامك انك تعرف القانون وما القانون اللي هو يبيح الاشياء هذه. فاهم؟ بدون رقابه وبدون اي شيء. فاهم؟ على ما تتكلمش على الفضائح هذو اللي في بلدك يا خبيث يا وسخ يا جاي تضع الجزائريين انهم مكروهين في افريقيا انهم كذا واخلاقهم. انت زعما عندكم اخلاق ما شاء الله. انا شفناكم كم ما شفناكمش بالك. حتى اهل بلدك يشاهدوا. اوسخ ناس هم انتم بالكذب والغش والسرقه وكل شيء. الموبقات السبعين ديروها انتم. جرائم اللي ما تخطرش في بال تاع اي انسان ديروا فيها انتم شعبكم. جاي تعس احنا في شعب الجزائر مكروه ولا انه ما عندوش اخلاق وما عندوش كذا وكذا. انتم اللي عندكم اخلاق ياك كذا. كانوا العياشه ما همش عارفين بانكم اوسخ قوم. فاهم؟ وارذل القوم. فاهم؟ كانوا ما على بالهمش. تحبوا تشبحوا وديروا الصوره ليكم كانكم متربيين وعندكم اخلاق وتتكلموا كلام حسن وانتم من تحت لتحت نايكين الدنيا بالخبث والنفاق والشقاق والسرقه وديروا العجب العجاب. تنافقوا في اللايفات وتنافقوا على المواقع التواصل الاجتماعي وتحبوا تزكيوا انفسكم انكم ملائكه ومش عارف والكذب. وزيد ايضا قضيه المخدرات على ما تتكلمش عليها يا نبيله. تكلم اذا كنتي ولا تشيت القوادين ديالك الشواكر ديالك تشيت لهذا القجاع وغيره وغيره. فاهم؟ من كبار تجار المخدرات. فاهم؟ فضيحة القرن. فاهم؟ يوم وقعت في الجزائر كنتوا كلكم تتحدثوا عن المخدرات في الجزائر. ولما وقعت الآن عندكم المخدرات ضربتوا الطم.
هنا يفهموا العياش يفيقوا لكم باللي انتم منافقين. واكتفي بهذا القدر كفايه.